باكج نجوم اسبوع جديد ولاعيبه جديده في متجر نقاط الاي فوتبول. اخبار كتير اقولها لك في الفيديو ده، بس قبل ما نبدا حط لايك واشتراك في القناه وفعل زر الجرس. وعايز افكرك ان انا عامل مسابقه على حساب من واحد متابعين اول ما نوصل هنا 4000 مشترك. نبدا باكج نجوم الاسبوع، واول لاعب معانا من ماتش ريال مدريد اللي سجل هدفين. طبعا مبابي سجل هدف وهدف من ضربة جزاء، سجل هدفين في الماتش، فبنسبة كبيرة هيكون معانا في الباك، وبرضك هيكون من نجوم الباك. وبرضك من الدوري الاسباني في ماتش برشلونة اللي كسب 7-1 سجل هاتريك هو رافينا. هتنزل بنسخة قوية، هتبقى تقريبا اقوى نسخة ليه في اللعبة، هتبقى نسخة بوستر، وهتبقى ليه اقوى نسخة ممكن توصل 101 في التشكيلة. ومكملين في الدوري الاسباني ومع اتلتيكو مدريد انخيل كوريا اللي نزل في الشوط الثاني وجاب هدف في الدقيقة 88، فهيكون بمهارة السوبر صب وممكن يوصل 99 في التشكيلة. نروح بقى على الدوري الاقوى، الدوري الانجليزي، ماتش ليفربول ومانشستر يونايتد، وهينزل معانا ان شاء الله لويس دياز. هتقول لي محمد صلاح سجل هدف وعمل اسيستين. ما انا بقول لك اللعبه بتاخد اولا بالاهداف، يعني لويس دياز عمل هدفين، سجل هدفين، وصلاح عمل اسيستين وهدف، فاللعبه بتاخد بالاهداف. وتاني حاجه صلاح نزل معانا في نجوم الاسبوع اللي قبل كده، اللي قبل الموجوده دلوقتي، فصعب جدا ان هو برضو ينزل في نجوم الاسبوع الحالي، فبنسبه كبيره لويس دياز معانا في نجوم الاسبوع. ومن الدوري الايطالي ممكن ينزل معانا باريلا من الانتر ميلان، بس انا شايف ان بنسبه كبيره ترام اللي هينزل بدل باريلا. ليه؟ عشان ترام سجل هدفين وكان نجم اللقاء، مش زي باريلا جاب هدف تقريبا بس ما كانش نجم اللقاء ولا عمل اي حاجه تذكر زياده عن الهدف. نسبه 70% دي الباكج اللي هيبقى موجود معانا يوم الخميس القادم. طبعا اول 4 بالصف اللي هو معاهم هيبقى معاهم ديمبلي بنسبه كبيره ممكن ينزل، والاربعه الباقيين معاهم الياباني طبعا نازل واسطه من كونامي، فبنسبه كبيره دي بقى الباكج اللي هينزل معانا يوم الخميس القادم. ونروح بقى لاخبار نزول لعيبه تانية في متجر النقاط بتاع الاي فوتبول، ونخش كده على اللعيبه ونشوف ان مودريتش وتريبير واوليسي هينتهم يوم الخميس القادم، لسه لهم يوم 17 ساعه وهينتهم يوم الخميس. والمتوقع ان هو ينزل مكانهم لعيبه هايلايت تانيين. طبعا لاعب قوي زي مودريتش هينزل مكانه لا تاني لاعب قوي ممكن يبقى نسخه قويه فينيسيوس، النسخه ديت نسخه جباره منه. فقبل كده كنت كونامي بتنزل لنا لعيبه ايكون، دلوقتي بتنزل لنا لعيبه هايلايت، وممكن يحصل تاني يوم الخميس القادم وتنزل لنا لعيبه هايلايت تانيين. يعني لو في لاعب هينزل مكان مودريتش ممكن يكون فينيسيوس او رودري او روبن دياش او جوارديول، نسخ قويه جدا لعيبه هايلايت موجودين في باكجات الايبك بوستر اللي نزلت قبل كده، ممكن تنزل تاني، وكل حاجه في ايد كونامي وهي اللي هتعمل كل حاجه يوم الخميس وهنشوف. وبس كده يا صاحبي، ده كان الفيديو، متنساش تعمل لايك وشير الفيديو وحط اشتراك في القناه وفعل زر الجرس. اشوفكم فيديو جاي بصحه وسلامه، سلام.